مش كل قوة بتبقى في السلاح، في قوة أقوى قوة الحق لما يتقال قدام الظلم. لو مهتم بالقصة اسمع قصة للنهاية. ازيكم؟ الكنيسة بتحتفل بعيد استشهاد القديس استفانوس رئيس الشمامسة. قدم حياته شهادة للمسيح، كان هو واحد من السبع الشمامسة اللي اختارته من الكنيسة الأولى، وكان معروف إنه مليان من الروح القدس والحكمة والإيمان. وخدمته الأساسية كانت خدمة المحتاجين والفقراء. فاستفانوس ما كانش بس بيخدم، ده كمان كان بيوعظ وبيصنع آيات وعجائب عظيمة في وسط الشعب. وده خلى بعض اليهود اليونانيين يحسدوه ويقاوموه، لكن ما قدروش يقفوا قدام الحكمة والروح اللي كان بيتكلم بيهم. فمسكوه وجابوه للمجمع واتهموه باتهامات باطلة، إنه يجدف على الهيكل والناموس. وهو واقف ابتدى يشرح تاريخ الخلاص بكل جراءة وقوة، والكتاب بيقول إن وشه كان منور كأنه وجه ملاك. وفي لحظة هجموا عليه بنفس واحدة وخرجوه بره المدينة ورجموه. وهو بيتألم فرفع عينيه وشاف مجد الرب وصلى وقال: أيها الرب يسوع، اقبل روحي. وقبل ما يسلم الروح عمل حاجة عظيمة، ركع وصلى من قلبه وقال: يا رب لا تكن لهم هذه الخطية. وبعدها المؤمنين أخدوا جسده ودفنوه بإكرام كبير، وبقى القديس استفانوس أول شهيد في الكنيسة. وبذرة الدم فتحت طريق الشهادة لكل اللي بعده. باقت صلاة قديس استفانوس فلتكن معنا جميعا. لو عجبتك القصة وكملت لحد الآخر اعمل لايك ومتابعة وكومنت واعمل شير عشان غيرك يستفاد.